السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اخيرا عملنا كحك العيد، يا رب يعني يطلع جميل. انا بس صايمه فعملته كده بالنهار، وعملناه بمنقاش وشكلناه اشكال مختلفه، كذا رسمه بالمنقاش، بس ريحته خطيره بصراحه. طريقه سهله وسريعه. انا كنت فاكره انه عمايله فيلم يعني، لكن طلع لا، عمايل الكحك ظريفه وسريعه وبمكونات ان شاء الله مش هتبقى غاليه عليكم. بس اهم حاجة اللي معدي من قدام الفيديو يعمل لايك ويشترك في القناة، ويا ريت يشير الفيديو ويشجعنا بتعليق جميل كده. ويلا بينا نسمي بسم الله ونشوف طريقة عمل كحك العيد. وانتظروني ان شاء الله في قريب قوي هنعمل ان شاء الله البيتي فور، عشان بس واحد في الصيام فايه، كل يوم نعمل حاجة، كل يوم كده ايه نتسلى في كيلو، علشان ما ننساش حاجة على النار، وعشان برضو ايه نحضر اكل رمضان. يلا بينا نبدأ. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نعمل الكحك. معانا هنا كيلو دقيق، أنا بحب أعجن في ستانلس. كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، وهنحط عليه نص كيلو سمنة سيحناها. اللي عايز يقدحها يقدحها مفيش مشكلة، بس أنا شايفة إن كيلو دقيق يعني مش الكحكة مش هيطول عندنا، مش هنخزنه، فيعني إيه سخنتها كده. وهندوب فيها 5 معالق كبار سكر مطحون. ومعانا هنا تلت كوباية لبن، يعني أقل من النص بحاجة بسيطة، يكون دافي. وهندوب فيه الخميرة بتاعتنا، باكو واحد خميرة كفاية قوي. جبنا السمسم بتاعنا وجهزناه، هنحتاج بس 4 معالق سمسم على الدقيق. وكمان هنحتاج بيسموها بهارات الكحك أو ريحة الكحك، معلقة واحدة كبيرة. هتقولي لازم تقولي للعطار أنا هتعملي كمية دقيق قد إيه عشان يديك الكمية المظبوطة لريحة الكحك. فهي ريحة كحك معلقة كبيرة على الكيلو تمام أوي، عشان العجينة ما تغمقش معانا. وهنجيب معانا كمان باكو بيكنج باودر، هنحطه برضو على الدقيق. وبرضو هنحط ذرة ملح، حاجة بسيطة كده بس بطراطيف صوابعنا عشان تظبط الدنيا معانا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نحط الأول الحاجات النواشف الأول قبل ما نعجن. ذرة ملح بسيطة كده، والبيكنج باودر بتاعنا. ونحط ريحة الكحك. بسم الله الرحمن الرحيم. قطع معلق سمسم بتوعنا. يكون طبعا سمسم متحمص. وما ننساش كمان نجيب حاجة اسمها روح الموز أو ريحة الموز، بتبقى حلوة برضو، بنجيبها من عند العطار بتدي طعم حلو، بس مش هنحطها دلوقتي، هنحطها بعد ما نعجن. نقلب بقى النواشف دي الأول مع بعض كويس جدا. انا كنت فاكره في الاول ان عمايل الكحك دي يعني فيلم، يعني موضوع كبير، اتضح ان عمايله سهله جدا وظريفه جدا. ممكن الواحد يعملها حتى، بس مش بس في العيد، يعني بيبقى جميل في البيت مع كوبايه شاي. بتبقى حاجه ظريفه، يعني الواحد ياخده معاه الشغل، لو واحد مثلا مستعجل مش عارف يعمل سندوتشات ياخده معاه الشغل كام كحكايه كده. جميل جدا مغذي، وبيسد جوع الواحد طول النهار بصراحه. تمام. هندوب بقى السكر البودرة في السمنة بتاعتنا، نعمل بقى حفرة صغنططة كده في نص الإناء كده، وننزل بالسمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الخميرة هنا حطيناها وغطيناها في اللبن الدافي، نسيبها بقى كده ايه عايش. نقلب الدقيق بالسمنة. طبعا لانه دافي مش هعجن بايدي دلوقتي. نقلب الحاجة بتاعتنا مع بعض كده الاول، وبعدين ايه نبس الكحك.
واحنا بنعجن لو حسينا العجينة ملمتش معانا ومحتاجة سمنة تاني نزود معلقة بمعلقة، مفيش مشكلة. احنا كمان لما نعجن بايدينا الملمس بتاع ايدينا هنحس بيها اكتر من المعلقة، بس عشان لسه بس السمنة دافية هنقلب بالمعلقة كبيرة. فضلنا ندعك في العجينة كويس لحد ما بقت طرية وجميلة وناعمة في ايدي كده اهي اهي. مش بتشقق ولا اي حاجة. تمام. هنضيف اللبن والخميرة بتاعتنا، لو حسينا نشفت شوية من اللبن نحط معلقة سمنة مفيش مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم نشوفها كده خبرت تبقى تمام. تمام. عايزين بس نتأكد انها عملت البقاليل بتاعتها عشان نتأكد ان الخميرة بتاعتنا مظبوطة. ولو حصل معانا العكس وحسينا ان السمنة جت زيادة مش قليلة نزود دقيق مفيش مشكلة. يعني نظبط الدنيا، ايدينا تظبط الدنيا معانا مفيش مشكلة، زي ما عينينا شايفة نعمل. يعني ما نقلقش، وكل حاجة قابلة للمعالجة، لان كل نوع دقيق غير التاني. في دقيق بياخد سمنة كتير، في دقيق ما بياخدش سمنة كتير، والدقيق كويس ما بياخدش سمنة كتير. ان شاء الله مش تنشف معانا ولا حاجة وتطلع مظبوطة ان شاء الله. نعمل اختبار برضو العجينة معانا. حسينا نشفت شوية من اللبن نحط شوية سمنة صغيرة، يعني هتحتاج شوية سمنة شوية صغيرين، معلقة صغيرة ولا معلقة واحدة، ونرجع نعجن تاني. تمام. حطينا شوية سمنة زيادة، معلقتين ولا حاجة. نفضل ندي في العجينة كده بوكسات عشان ايه، بصوا هتلم معانا وتبقى جميلة ازاي، عشان نوزع السمنة كويس. تمام.
حتى نلاقي العجين مش بيلزق في ايدينا. خلاص ايدينا نضيفة اهي. نغطيها بقى بكيس تلاجة. انا جبت كيس تلاجة فتحته، هغطيها كده قيمة 5 دقايق ترتاح بس العجينة، وبعدين نبدأ نشكل على طول وتخمر وهي متشكلة. يلا بينا نبدأ. سيبنا العجينة بتاعتنا ترتاح شوية، نكون احنا ايه دهنا الصاجات والصواني بتاعتنا، نديها طبقة زيت خفيفة كده، ونظبط الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. هو بيقعد الكحك حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، بس مش هنحطه على طول. بعد ما نشكل هنسيبه شوية، مش يخمر ولكن يعني العجينة تتقل شوية. نحطها كده. تمام كده. نحضر بقى ايه الحشو بتاعنا والحاجات اللي هنشكل بيها، القوالب اللي هنشكل بيها. انا جبت هنا ربع كيلو ملبن، هقطعه حتت صغننه كده في طبق عشان يبقى جاهز معايا على طول في الحشو. لو ما كفاش معايا هكمل احشيه بعين جمل، جوزها هحشيه بعين جمل وجوزها هحشيه بالملبن. تعالوا بقى نشوف هنشكله ازاي. في ناس بتحب تستخدم القوالب، في ناس بتحب تستخدم المناقيش. انا هجرب معاكم المناقيش النهارده، نطلع الابداعات والفنون بتاعتنا كلها، نقعد كل واحد يقعد يفن زي ما هو عايز. هيا بينا نفن. حته الملبنايه كده نص، نقفل عليها العجينه كويس، نكورها كويس، نبتدي ايه نشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. نضغطها شويه يعني. تمام. طيب بقى ايه تستريح بعده. تمام. شفت ناس بيعملوها كده، من الجناب. اصل استعجلت عليها، كنت تقعد تستريح اكتر من كده. تمام. يلا ايه اقعدي جنب اختك، خلص الصاج وارجع لكم تاني.